يا مساء الجمال والدلع. النهاردة هنعمل فراخ مشوية بتتبيلة حلوة جدا، وطريقة تسوية هتخلي الفراخ بتاعتك طرية من جوه ومقرمشة من برا وطعمها في منتهى الجمال. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. هنجيب الخلاط وهننزل ببصلاية متقطعة وطماطماية متقطعة. بعد كده هننزل بفصين او 3 فصوص توم مفرومين حسب حجم التوم بتاعك. بعد كده هننزل بكوباية من الزبادي، ربع كوباية من الزيت النباتي، معلقة كبيرة من القشطة، ومعلقة كبيرة من معجون الطماطم. بعد كده هننزل بمعلقة صغيرة من المايونيز ومعلقة صغيرة من الكاتشب. وبعد كده هننزل بربع كوباية من اللبن. هننزل بقى بمكعب من مرقة الدجاج، معلقة كبيرة من الخل، وبعد كده نجيب ليمونة وناخد بشر القشر بتاعها، بس ياريت ما ندخلش على الجزء الابيض عشان ما يمررش معايا التتبيلة. بعد كده هعصر الليمونة بالشكل ده، وبعد كده نروح بقى للتوابل بتاعتنا. معلقة صغيرة من الزعتر، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من القرفة والكاري والبابريكا، ومعلقة كبيرة من الملح، يعني من معلقة كبيرة لمعلقة ونص حسب ما بتفضلوا الملح. هننزل بالبهارات و4 فصوص من الحبهان، وهنضرب التتبيلة بتاعتنا في الخلاط. على فكرة مكونات التتبيلة دي ممكن تعمل معانا 2 أو 3 مرات. انا بحط التتبيلة على الفراخ وبشيل الباقي في الفريزر، وبسهل على نفسي لما احب اعمل فراخ مرة تانية بطلع التتبيلة من الفريزر وانزلها على الفراخ، بتبقى كأنها لسه طازة وزي ما هي بالظبط. بعد كده اجيب الفراخ بتاعتي وهبدأ اقطعها بالسكينة بالشكل ده عشان التتبيلة تدخل جوه واللحم بتاعها يبقى شارب من التتبيلة. هجيب بقى اي طبق غويط او حلة وهنزل بالفراخ بتاعتي، وبعد كده هنزل عليها بالتتبيلة، وزي ما قلتلكوا هننزل على قد الفراخ بتاعتنا والباقي هنشيله في الفريزر. نزلت بالتتبيلة بالشكل ده، وهبدأ بقى ادعك الفراخ بتاعتي كويس عشان تشرب من طعم التتبيلة. طبعا لازم او يفضل يعني ان احنا نعمل الفراخ قبلها بيوم عشان تكون شربت من التتبيلة بتاعتنا. هغطي الحلة وهسيبها في التلاجة ليلة كاملة، وهنيجي بقى لطريقة التسوية، ودي اهم حاجة عشان تخلي الفراخ بتاعتنا طرية وطعمها حلو جدا. جبت صينية مستطيلة، طبعا يفضل ان هي تبقى مستطيلة عشان تبقى تحت الفراخ بالظبط، لكن لو ما عندكيش مستطيلة استخدمي مدورة عادي جدا. هغطي الصينية بورق فويل، والورق الفويل هنا ليه وظيفتين. اول حاجة ان هو بيطلع حرارة على الفراخ، والحرارة دي بتخلي الفراخ طرية، وكمان بيسهل عليا غسل الصينية لان الدهون اللي بتنزل على الفراخ يعني بتبقى صعبة في الغسل شوية، فانا بشيل الفويل على طول وارميه، وبعد كده بتبقى الصينية سهلة جدا في الغسيل بعدها. هملأ الصينية بقى مية من الحنفية عادي جدا، يعني هملأ نصها تقريبا او 3/4 الصينية، وهحطها على الرف اللي تحت، وهرص الفراخ بتاعتي على الرف اللي فوق. هشغل الفرن على درجة حرارة 200، والفراخ هتاخد تقريبا 1.5 ساعة وهتبقى جاهزة معايا. واثناء التسوية لو لقيتي المية اللي في الصينية نشفت زودي مية تاني مفيش مشكلة. وكده الفراخ بقت جاهزة معايا، لونها جميل، تتبيلة تحفة، طريقة التسوية جميلة جدا. جربوها وقولولي رأيكم في الكومنتات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم